ببقى موافق واطلع ادافع عن القرار. ادافع عن القرار رغم ان انا غير مقتنع بيه. وتثبت الايام بعدها بمده قصيره اللي انا كنت فيه على حق هو الصح. انما مع ذلك ما بخشش لا خلاص المجموع اختار، انا مع المجموعه رغم ان انا ضده. يعني من فكري ان ده مش هو القرار المناسب. وفعلا كانت بتصدق رؤيتي في كثير من القرارات، انما ما طلعتش قلت شفت وده مش عارف ايه وعملوا ايه وانا كنت بقول ايه. لا جوه البطوله انك تعمل جوه المجلس وايه جوه المكان مقفول وتتخافى. تبقى انا يعني مش عاوز اقول كنت جندي مجهول او ورا الستار. يا ما عملت. طب هقول لك على حاجه، احنا ايام ما كنت انا موجود يعني انا ليا البصمه الاساسيه في تكوين فريق كره القدم اللي حصد بطولات اللي فريق احلام حضرته ليس لها عدد فعلا. صحيح. بس خد بالك بقى كنت بعمل ايه؟ اروح من الماتش ويبقى ماتش نهائي وبطوله تمام. ربنا بيكرمنا ونكسب. اول حاجه بعملها ايه؟ الاقي كله بينزل تحت عشان يتصور. أيوة. مش هتلاقيني ولا في صوره في اي ملعب. بروح يروحوا على النادي ويحتفلوا ويبقى كل الناس مش عارف ايه وانا مروح البيت بنام لان ارتحت. والبيت جنب نادي الزمالك. لا ارتحت ايه؟ عملت الانجاز اللي انت عايزه. فخلاص تنام مرتاح. يجيلك نوم. انما لو انا ما عملتش الانجاز ما اقدرش انام. أيوة. اروح على النادي بقى واشوف الدنيا فيها ايه. يعني في الشدائد لازم تبقى موجود. انما في الفرح والحاجات دي خلاص ليه ألف حد ليه ألف كل الناس يا عم كل الناس تفرح. انت عملت اللي عليك ورضيت ربنا ونفسك واسرتك. تنام على المخده يجي لك نوم اول تحط راسك على المخده زي الاجانب بيقولوا عندما يرتاح الضمير وعندما تملك السلام او السلم الاجتماعي مع نفسك. فزي يعني هم بيقولوا كده اول ما تحط دماغك على المخده تنام لان انت راضي ربك وراضي ضميرك. الحمد لله. انا عايز اسالك يا دكتور اسماعيل سؤال قبل ما انسى. انت ايه تعليقك على وجود الكابتن طاهر ابو زيد كوزير للرياضه بعد العمري فاروق؟ والله طبعا يعني ربنا يكرمه. هل اضافه ولا مش اضافه؟ ربنا يكرمه طبعا. طاهر كلاعب وكتاريخ رياضي تاريخ كبير جدا جدا وربنا يوفقه. وزي ما بقول لك برضو الانسان باللي حواليه اذا عرف ان يستخدم من حوله من الكفاءات والقيادات واستبعد من حوله من اللي هم بيطبلوا ويزمروا وده كتير كتير. حتى لو الناحيه الاداريه اللي هي على مستوى الوزاره مش موجوده مش ما فيهاش نضوج. ما فيهاش نضوج. لا مش نضوج. مش 100% يعني 90% ويعمل الكلام ده اللي هو 10% هينجح نجاح. بس انت فتحت لي موضوع مهم جدا. ايه هو؟ احنا عمالين نتكلم في الشباب صح؟ عمال انا بنادي وبقول يا كابتن طاهر يا باشمهندس خالد عبد العزيز يا جماعه اين دور الشباب والرياضه في ظل البلد والانقسامات اللي في البلد دي؟ لازم اشوف دورها. ده دول هم الشعله اللي بتنور الضوء. فالنهارده اذا كان عندي الوزارتين دول بكل امكانياتها اللي عندها 4000 مركز شباب ومش عارف ايه ومش عارف النوادي ايه وعندهم 11 مليون شاب يعني. يا فندم طب ده فين الثروه دي؟ فين صحيح. استغل الثروه دي لبناء البلد. ينظموا المرور ممكن تعمل اتفاقيه مع الداخليه ينظموا المرور يا فندم يعملوا اسمها ايه دي اللجان الشعبيه اي حاجه. بس ليه انا بقول دول؟ لان دول عليهم سيطره. أيوة. منين؟ من الوزاره الشباب. من المباريات. أيوة. ومن الانديه ومن المراكز. يعني في قيادات موجوده. احنا ما عندناش تنظيم في البلد. ايوه. تنظيم الاخوان موجود من 80 سنه. أيوة. انما تنظيم في البلد ما فيش. طب ما انا عندي تنظيمين اهو موجودين وشباب وهم دول اللي هيبنوا البلد. يبقى لازم اعمل ايه؟ لازم نستغلهم ونسيطر. نفس القصه فين؟ في التعليم. وزاره التربيه والتعليم والتعليم العالي برضه. نفس القصه فين؟ أيوه. في العمال. ايوه صح. يعني صح في القوى العامله. ما ده كله عندي تنظيمات بس غير مستغله. مظبوط. امال البلد هتقف ازاي؟ لابد اذا ما التنظيمات دي ما وقفتش مع البلد يبقى كلهم يروحوا. كل الناس دي والقيادات دي على البلد. لا خلاص ما لهمش لازمه. ما لهمش لازمه. هو انت جايب 11 مليون شاب تعمل لي بيهم ايه؟ بتفرج عليهم؟ انا معلش انا بقول دول اصدقائي خالد وطاهر طبعا. انما انا كمصري
وكمسؤول مصلحه بلد بقول فين طبعا دور الشباب ده؟ طبعا. فين الانديه اللي مش عارفين فيها اي حاجه؟ مين اللي مسيطر على الانديه؟ ومين اللي مسيطر عن شباب الانديه؟ ومراكز الشباب دي ده انت في كل قريه في مراكز شباب. يا حبيبي ده انت واصل لكل حته. يعني القريه مركز الشباب يا حبيبي فيه كام؟ 200 300 واحد. اعتقد ان هم لو اتنظموا هيسيطروا على ايه؟ على القريه. ومن القريه للمدينه، ومن المدينه للمحافظه. من الرياضه للسياسه. لا انا مش عاوز يشتغل في السياسه بس يشتغل في تامين ما بدل ما انا بقصد حضرتك يا دكتور اسماعيل، بدل ما انه يتم توجيههم اتجاه غلط زي روابط الالتراس لما دخلت في السياسه بوظت الدنيا. ولا لا انا اقصد ولا لا ان الشباب، مراكز الشباب والانديه دي في القرى والمدن والمحافظات والشرقيه والداهليه والمنوفيه والغربيه، كل هذه المحافظات والصعيد الجميل، كل ده يبقى لصالح مصر زي ما اتفقنا مع حضرتك دلوقتي. وزي ما بقول نستغلهم عشان يبعدوا عن السياسه، السياسه ليها ناسها. وحوار وازاي انمي حبه للوطن. ايوه، الولاء والانتماء. للوطن. ايوه. ما كان في الكشافه زمان، وكان في الاسر زمان، وكان تروح وتحيي العلم وتقف انتباه ومش عارف. ده انا من فاقوس شرقيه. اهل كرم احسن ناس. والله انت اللي احسن ناس. بس كل مرة بقول أنا ابن فاقوس من الشرقية وأنا عملت في البلد كذا البلد دي لها فضل عليا، لازم أرد الفضل لفاقوس والبلاد ومصر اللي حضرتك فيها رغم ان انت مقيم في القاهرة. ما أنا بقول لك أهو. ليه؟ لأن هم دول اللي هيحموا مصر. طبعا. ولادنا في الشرقية، ولادنا فلا بد إن الناس دي تتلم حوالين قيادة. أيوة. إحنا مصر كلها اتلمت حوالين مين؟ حوالين واحد بس. وهو السيسي. عبد الفتاح السيسي هو اللي وحد مصر كلها بالظبط. طلب يوم 26 لما قال تنزلوا. ايوه. حصل ايه؟ كله نزل ازاي؟ ناس من كل في حد قال لهم انزلوا؟ لا. ولا هي كلمه؟ لا، كلمه واحده. مصر كلها نزلت ولا ما نزلتش؟ حصل. مصر بتدور على قائد. قدوه لا. أيوة. وقائد. وانا بقول النهارده هنا في العروبه ان السيسي ما هوش قائد، هو الزعيم القادم. طب بمناسبه الزعيم عايز اقول لحضرتك حاجه. الفريق السيسي قال اللي هو كان بيشيد بجمال عبد الناصر، وقال اللي هو مثلا اعلى. ليك موقف مع جمال عبد الناصر حضرته؟ لا تقوله لنا. انت شايف، طب انت حضرت دلوقتي الاثنين، انت شايف اللي فعلا الفريق السيسي تلميذ او يعني قريب شويه في الشبه للزعيم الراحل عبد الناصر؟ هقول لسيادتك على حاجه. جمال عبد الناصر اول ما طلع مصر كلها كانت معاه من 54 فما فوق. حصل ان هو من 54 للستينيات اللي قبل النكسه عمل اشياء ما حدش يعرف يعملها. جت حصل في فتره القوانين الاشتراكيه واللي وابتدى الشعب واحنا ابتدينا نحس ان في تغير في البلد. فابتدت الناس تاخد موقف من، انا بكلمك من الزعيم جمال عبد الناصر واحنا اولاده. طبعا. تمام. لما حصلت النكسه كسرت 67 كسرت الزعيم جمال عبد الناصر وكسرت تاريخه. قبلها كان حصل ايه؟ الانفصال عن سوريا. وجه بعديها النكسه. وده طبعا مش عاوزين نقول ان الاستعمار عمل ايه، والاستعمار كان في مد قومي وفي مد في العروبه فهم انما اللي انا بتكلم عليه ان احنا كنا بعد ما كنا مؤيدين خدنا موقف من جمال عبد الناصر بنكسه 67 والمذله اللي حسيناها كجيش وكشعب وككل الكلام ده. تمام. جاء انور السادات في 73 رد لمصر الكرامه ورد لنا العبور 73. يعني انا هقول لك انور السادات عمل استفتاء بعد موت الزعيم جمال عبد الناصر وانا كنت في القوات المسلحه. وقالوا تكتب او لا في الاستفتاء في ميثاق باين ولا ما اعرفش في الناحيه الثانيه انور السادات. فانا واحد من الناس عشان حزني وانا في القوات المسلحه واللي انا فيه كتبت لا. تمام. جه انور السادات بعديها وراح كاتب منشط انا مع الذين قالوا نعم ومع الذين قالوا لا. خلاص بيجمعنا وعمل انتصار 73. انا بقيت من اشد الناس ومن اشد اللي هم مش مشجعين من اللي عاوز انور السادات ده يبقى
لانه عمل رد لنا الكرامه. بعد ثوره 25 يناير اللي فاتت، انا واحد من الناس اهو بنراجع نفسنا، ده جمال عبد الناصر واللي عمله ايوه كان صح مش صح. ده لازم يتعمل له تماثيل وتماثيل.